يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة. لو أنك تملك 1000 ريال ثم تصدقت ب10 أو 20 ريالا، فلا تقل أصبح عندي 990 أو 980 نقص مالي، والله إن الله يعوضك بنص هذا الحديث. أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. والله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء. من أبواب السوء أن يعقك ولدك، من أبواب السوء أن يحتال عليك أحد ويأخذ مالك، من أبواب السوء أن يصيبك مرض، من أبواب السوء أن تصدم سيارتك، من أبواب السوء أن تفصل من وظيفتك، من أبواب السوء أن يحترق بيتك، من أبواب السوء أن يؤخذ مالك. أبواب السوء كثيرة. يقول رافع بن خديج: الصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء يسدها الله تعالى عنك. وأفضل الصدقة على ذوي الرحم. تحسن إلى أختك، تحسن إلى ابنتك المتزوجة، تحسن إلى خالتك، إلى عمتك، إلى عمك، إلى خالك. كلما كان رحما فإن الصدقة عليه أفضل. ولو كان رحما كاشحا، أيضا رحم بينك وبينه مشاكل، وتصدقت عليه فالأجر أعظم. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ عندها جارية وأعتقتها، أصبحت حرة، والعتق من أفضل الأعمال. قالت: أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ فلم يقل صلى الله عليه وسلم لها مؤيدا: نعم العتق له أجره وثوابه وكذا، لا. قال: أما إنك لو أشعرتني، لو أخبرتيني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك، يعني أن تبقيها أمه مملوكة وأن تحسني بها إلى أخوالك، لأنهم قوم ضعفاء يحتاجون من يساعدهم في البيت. قال: أما إنك لو أخبرتني لأمرتك أن تعطيها أخوالك. هذا يدل على أن الصدقة على ذي الرحم أفضل وأعظم أجرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، استعملنا وإياكم في طاعته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه.